كده جايبه النهارده نشوف هنعمل اكل ايه النهارده في الشكاره. طبعا جايبه الاكل جايباها في الشكاره ليه، ما لقيتش شنطه كبيره على مقاسها، فجبت الشكاره ومشيت اليوم. هغير العبايه ويا دوبك نخش الساعه 4 والمفروض ان احنا نخلص الاكل بسرعه. يلا بينا نشوف هنعمل اكل ايه النهارده. هو المفروض ان احنا نخلص بسرعه، بس هو ما خلصش بسرعه، هو خلص بعد المغرب، وده طبعا مش جديد علينا. يعني احنا لازم نجري في اخر دقيقه وفي اخر ثواني، ونفضل نجري ورا بعض كده لحد ايه ما نفطر. مش فاهمه يعني، اليوم طويل عريض واحنا بنيجي في اخر الثواني وصوتنا بقى يعلى وحاجات غريبه كده. المهم صليت الجمعه كده، ما اكذبش عليكم انا صليت الجمعه وكان عندي شويه مواعين وشويه حاجات كده، لميت الدنيا في الشقه بره ورحت ايه مدخلاهم المطبخ، وجيت اغسلهم. قلت لا لازم انزل اجيب الكرنبايه القمر دي واطلع اكمل وانا في المطبخ بقى اغسل طبقين مع انا معلقه على الكرنب مش عارفه ايه. دي كانت حسبتي وتراتيبي، وتراتيب ربنا طبعا بتختلف. اليوم كان طويل بصراحه زي ما انتم شايفين. يا دوبك نزلت الساعه 2 كده، 3 حوالي 3 ونص، صليت العصر لقيت اليوم خلص. فهبتدي بقى ان انا اغير النظام بصراحه علشان اليوم بقاش يعني بينجز معايا. مش عارفه ليه، انا ببقى مجهزه كل حاجه بس برضو ما بخلصت الفطار على المغرب، انا مش عارفه ليه. المهم نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وده اول روتين، يعني اول روتين واول جمعه في رمضان، يعني اول روتين في جمعه في رمضان، واول روتين اسجل لكم عليه صوت. يعني على طول الروتينات اللي فاتت كنت بنزلها من غير صوت، فطبعا وحشني 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 كتير 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 اخواتي الامارات. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ومجمعنا مع لمه المحشي. يعني بصوا قولي بقى انتوا بتقولوا عليه اسمه ايه؟ متهيألي في دول تانية بتقول عليه الملفوف، احنا بنقول عليه محشي. زي ما انتوا شفتوا قطعنا الكرومبه بكل سهوله، وده طبعا يعني ما اتعلمتوش من فراغ. انا الاول ما كنتش بعرف اقطع الكرومب خالص، بس طبعا بقى اتعلمت يعني. زي ما انتوا شايفين بقى ابتديت ان انا اسلق. حطيت في الميه كمون هو اللي مخليها غامقه شويه كده، وبهارات محشي وشويه ملح وشويه زيت. بحب بهر كده الميه بتاعه الكرومب. يعني شلنا كرومب حطينا غيره برضو. المهم ان انا ايه يعني الاول فضيتها وبعد كده شلتها، وبعد كده ابتديت احط حبه بحبه عشان الميه طبعا ما تدلقش علينا. طبعا لو انت اول مره تخشي المطبخ يعني حاولي يكون معاكي حد كده يساعدك في الكرومبايه في الاول، لان انا طبعا انا كانت والدتي بتساعدني دايما ان يعني تقول لي اقطع كرومبه ازاي عشان السكينه، وايدي اسلقها ازاي. ما خدتش الخطوه السريعه اللي انت شايفاها على البوتاجاز دي من فراغ، يعني اكيد دخلت وتعلمت حاجات كتير. ولو انت دايما بقى بتشوفي الحاجات دي وست بيت شطوره كده، فطبعا الحاجات دي مش هتفرق معاكي. احنا بص بنتشقلب في المطبخ كده، شقلبه شقلبه، بنقلب المطبخ عليه وطيه وما بنخافش، وربنا يسترها علينا وربنا يسترها يا رب، اللهم امين، ويكفينا شر النار وشر اللسعات، اللهم امين. يعني بس كده رحت حاطه الحله دي بقى، قلت خلاص ما فيش وقت. بصيت في الساعه لقيت 4:30. اسكت؟ لا مش هسكت، وانت كمان مش هتسكتي بقى وتحطي لاختك اللايك. ما تسكتيش وحطي اللايك واشتركي في القناه لو ما اشتركتيش عشان يوصلك بقى ايه المره الجايه احلى اكله. بقى نشوف هنعمل صينيه باميه، صينيه بطاطس بالفراخ، هنعمل ايه المره الجايه. النهارده حضرتي معانا المحشي، اشتركي عشان تحضري اي اكله تانية جميله كده تستاهل بقك. اللايك الجميل بقى، قولوا ايه رايكم. التصوير ما كانش سهل بس اي حاجه تسهل عشانكم. منورني ومشرفيني، ومبسوطه قوي ان انا معاكم في رمضان، ومبسوطه جدا من كومنتاتكم. بصوا بقى التقطيعه دي بقى بتخلي لي المحشي كله سوا واحد. يعني مبسوطه من كومنتاتكم ودعائكم ليه، يا رب ليكم بالمثل، اللهم امين، يا رب يرضيكم ويصلح حالكم ويوفقكم جميعا يا اخواتي. بصوا بقى قطعنا كده الكرنب، ورحت ايه بحب اقطعه كده على الصينيه علشان يبقى سوا واحد. ما شاء الله السكينه حاميه ومأنجزه معايا. انا اي نعم ما انجزتش وكانوا متاخر، بس هي كانت عامله اللي عليها تقريبا. انا اللي ما كنتش عامله اللي عليا اليوم ده، مش عارفه ليه. بس فاض عندي شويه ورق شلتهم بقى، قلت عشان لما عاوزه اكل محشي، انا بحب اكل الورق الخضر، اطلعهم كده واحشيهم مع نفسي يعني يبقى جاهزين عندي. المهم بقى فروحت جايبه كده الحله. مش عارفه الفوطه دي انا لازقاها ليه كده، يعني السربعه مش حلوه في المطبخ بصراحه في البوتاجاز. يلا ما علينا. المهم كنت بقول لكم ايه، رحت مقطعه كده البطايه المحترمه دي، قطعتها خالص وغسلتها وخل بصوا وخل وملح وليمون، وروشت عليها كده. يعني خدت غسله كتير، يعني هو ده اللي اخرني تقريبا.
المهم حطيت بقى كزبره، قصدي حطيت كرفس، وحطيت بقدون اللي هو الكرات ده، وبصل وقوطه، وحطيت اللهم صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام البهارات بتاعتها، بهارات فراخ، بهارات 7 بهارات، وفلفل اسود وكاري وواحدة ماجي وحبهان وروره وقرنفل. ما حطيتش لومي عشان ما يغمقش الشوربه يعني. جبنا الخضره سريع، يلا ما فيش وقت في الانجاز. على فكره انا كنت بحاول اعمل كده بسرعه، خلاص انا في التوقيت ده كانت الساعه 5:30. انا عايزه اقول لكم ان انا علقت على المحشي والمغرب بيقول الله اكبر، كانوا هياكلوني في البيت والله العظيم. انا اتصدمت، انا كنت عايزه اهرب بره مصر بس ما لحقتش. حسيت ان هم ممكن يعني ايه، مش عارفه، بس يلا انجزت الحمد لله. يوم عدى بس انا حرمت اخش المطبخ الساعه 5 دي ولا 4، اقل حاجه واحده بعد كده يا دوبك. مش وقت في الاكل، مش عارفه والله، ما اعرف في ايه، ما اعرفش. انا ما شاء الله سريعه، بس في رمضان برتبك ليه مش فاهم، بحس ان انا باخد يعني في امتحان ثانويه عامه، مش عارفه. المهم قطعت الخضره كده سريع سريع سريع. تقريبا نسيت اصور الحاجات اللي انا حطيتها على المحشي. التسبيكه بقى وهي على النار يا ولاد، حطيت فيها ايه؟ حطيت فيها واحده ماجي، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات محشي، معلقه صغيره 7 بهارات صغيره خالص، يعني اللي هي يعني نص معلقه ممسوحه كده. ايه تاني؟ شويه كزبره، شويه كمون، شويه شطه، قرن فلفل اللي احنا قطعناه المحترم ده، شويه سكر، شويه ملح. يعني كل حاجه حطيتها في التسبيكه وهي على النار. وما شاء الله زي ما انتوا شفتوا التسبيكه ما كانتش شويه بابريكا عشان كانت تحمر معانا الصلصه وكده. ورحت مقطعه في الحله من تحت، عارفين اللي هو البواقي بتاعه الخضار اللي هي اللي قطعناها من فوق دي، رحت غسلاها كويس، مقطعه شويه تحت، ومقطعه بصلايه، ومقطعه قطايه، ومقطعه قرن فلفل من تحت عشان يدي ريحه وطعم حلو للمحشي يعني. ابتديت احشي بقى زي ما انتوا شايفين كده. ده كان اسرع حاجه عندي احشي بيها، طبعا انا مسرعه الفيديو بس انا اصلا كنت بحاول اخلص بسرعه. وبكده كنت سويت المحشي بسرعه. خدت شويه شوربه، حطيت عليهم شويه صلصه وشويه سكر صغيرين، ويعني حاجه بسيطه جدا ماجي. ورحت ساقيه المحشي وسبته استوى واتشرب كده، وغطيت عليه زي الشمعه. وكان عندي معلقتين قشطه كده شايلاهم من اللبن بالليل، حطيتهم على الوش وغطيت عليه برده وسبتهم ايه اتكرملوا كده معايا. ابتديت بقى جبت المحشي كده، ده قشطه مش لبن، قشطه مش لبن، كانت مديه طعم وريحه تحفه. بصوا بقى، رحت حاطه بقى المحشي كده في صينيه واسعه علشان يعني يلحق يبرد ويلحقوا ياكلوا يعني. لان انا بصراحه كنت اليوم دون يعني بامانه حسيت ان انا هشيل ذنبهم، مش هاخد ثواب افطار صايم، هاخد ذنب عدم افطار الصايم. فكنت حاسه بالذنب، فابتديت ان انا بقى ايه افرده كده في صينيه واسعه عشان ايه يبرد بسرعه. كنت عامله بقى جنبيهم كمان طبق ملوخيه، هتشوفوها ملوخيه خضرة كده، بس ما عملتهاش معاكم اني كنت بس بنسى اشغل التصوير، لان طبعا قعدوا يزعقوا وانتي كنت ابتديتي من بدري ومش لازم محشي لو هتتاخري ومش هتفطرينا النهارده وكلام البيت العادي ده يعني. وانا قلت لهم ما تقلقوش وان شاء الله هتاكلوا، ان شاء الله باذن الله هتاكلوا، اطمنوا ادام معاكم دودو اطمنوا. وقعدوا شويه ساكتين، فروحت جري على المطبخ عملت طبق الملوخيه وانجزت الوقت كده زي ما انتوا شايفين. عملت طبق ملوخيه ناشفه، وكيس الكاتشب ده محمد راح جابه عشان احطه له على البصله. جبت كام بصلايه كده، عملت كده يعني تسبيكه بصل كده، زي ايه، زي كباب الحله كده، متقطعي بصل كتير تحطي فيه اللحمه مثلا. لا انا قطعت بصل كتير وعملته بقى بشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه سكر، ورحت حاطه ايه محمره البطايه وحطيته فيه. هما بيحبوا ياكلوه كده يعني، بيحبوا ياكلوا البصله كده. ورحت عامله طبق ملوخيه ناشف زي ما انتوا شايفين كده خضره، وكانت طعمها تحفه برضو بالكزبره وبالثوم وكده. عملت طريقه الملوخيه معاكم كتير عندي في القناه، عملت طريقه المحشي معاكم برضو كتير عندي، بس في يعني طريقه الملوخيه هي الوحيده اللي ما صورتهاش عشان انا كنت مشغله الكاميرا على الفاضي. ما هو دي الزحمه بقى اللي بصوا يعني تعملنا كده ارتباك. كويس ان انا صورت اصلا طريقه المحشي دي. المهم التصوير مع الاكل مع الاستعجال مع يوم رمضان صعب جدا، بس انا بحاول انجز وقتي يعني. عندي امل في ربنا ان القناه تشتغل، وعندي امل فيكم ان انتوا تقفوا معايا كده وقفه اخوات جدعان، اخواتي في الله، كل سنه وانتم طيبين، باللايك وتشيروا لي فيديوهاتي في كل مكان، لان انا فعلا جدا بتعب في الروتينات دي والله.
فربنا يعوضني يا رب خير. طبعا شكرا لكل اخواتي اللي بيدعوا لي وبيدعموني باللايك وبالكومنت وبالدعاء، يعني كفايه دعاءاتكم ليا يا رب، لكم بالمثل اللهم امين. بشكركم جدا، يا رب يكون اكلي النهارده عجبكم، يومكم سعيد، ايامكم كلها جميله يا رب. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويفرحكم جميعا ويعطيكم الصحه والعافيه. صوما مقبولا وافطارا شهيا، والف هنا للي شاف والف هنا للي كل. وقولوا لي بقى لو عايزين اكله تانية هتبقى ايه، وما تنسيش تحطي اللايك يا قمر لو وصلت معايا لحد هنا والاكل عجبك، وما تنسيش تشتركي في القناه برضو لو وصلت معايا لحد هنا، بجد هتشرف جدا باشتراكك، وعيلتي هتكبر وعيلتنا هتكبر بيكي. هنا كنا حطينا الاكل على السفره زي ما انتم شايفين كده، المحشي كان تحفه، وطبق السلطه القمر اللي كله فلفل بس طلع بارد، وطبق البط ده كده. سلام يا اخواتي، اشوفكم على الف خير في يوم جديد وروتين جديد واكلات كتير هنعملها مع بعض. سلام.